يشرفني على الهاتف الاستاذ علي الاكرمي، سكرتير عام شعبة تجار الخضر والفاكهه بالغرفه التجاريه بالاسماعيليه ورئيس رابطه مانجو منتجي المانجو. يا استاذ علي اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ احمد، كل سنه وحضرتك طيب. وبنقول لكل الساده المشاهدين بمناسبه راس السنه الهجريه كل سنه وحضرتك طيبين. حضرتك طيب وبخير، وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه موسم الخير السنه دي لمحصول المانجو في الاسماعيليه، وعرفنا ان في زياده كبيره في الانتاج هذا العام. كلمنا اكتر حضرتك عن الامر ده بصفتك رئيس شعبة الخضر والفاكهه في الاسماعيليه. حضرتك اتأثر في المحصول السنه دي بصراحه بسبب استقرار الاحوال الجويه من السنه. الحمد لله. طبعا عشان نوصل احنا لموسم المانجا احنا بنبدا في شهر 9 ان احنا بنشيل في الشجر النواشف والامراض اللي هي العكروز وكل الحاجات اللي هي بتبقى موجوده على الشجر. يعني بنبدا مكافحه الافات زي ما اتفضل الاستاذ الدكتور علاء جمعه، بوجه له كل التحيه طبعا. صحيح. المعلومات القيمه اللي هو بيفيدنا فيها كمزارعين وكمنتجي مانجو. احنا بنبدا يعني بالبدايه كانت بمكافحه العفن الهبابي من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. صحيح. وطبعا في البدايه احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقطع النواشف في شهر 9 ونبدا نرش الشجر بحاجه اسمها زيت فولك على اساس ان احنا وكبريت زراعي، على اساس ان احنا نرجع الخضار على ورقه الشجر تاني اللي هي تعمل الايض وتعمل عمليه التمثيل الضوئي. وبرضه بنعمل فتحات في الشجر على اساس ان احنا ندخل اشعه الشمس في كل الاشجار. طبعا الكلام نبدا فيه من شهر 9. ساعدنا فعلا كليه الزراعه ومديريه الزراعه في ان هم مدوا المزارع بالادويه والحاجات اللي كافحت العفن الهبابي اللي كان في سبيله ان هو يقضي على محصول المانجا في الاسماعيليه بالفعل يعني. فالحمد لله بفضل الله ده النتيجه دلوقتي، كثره المحصول والنمو الخضري اللي بقى في الشجر. اللي انا عايز اضيفه ان نسبه المانجو بتمثل 25% من المساحه المزروعه في الاسماعيليه اللي هي ما بين 118 ل 120 الف فدان زي ما حضرتك اتفضلت وقلت. المانجو بتاعت الاسماعيليه يعني او الاسماعيليه موقع استوائي، والمانجو اصلا بتعتبر من الفواكه الاستوائيه. فلو رجعنا بالتاريخ شويه لورا هنقول ان المانجا جت الاسماعيليه ازاي؟ جت في نشاه الاسماعيليه مع حفر قناه السويس من سنه 1863 لحد 1869. كان حفر قناه السويس ونشاه مدينه الاسماعيليه. المهندسين ديليسيبس والناس اللي حفروا قناه السويس كانت المنطقه دي صحراويه، فقالوا نعمل ايه عشان المياه الجوفيه اللي موجوده برضو كده ان هم يجيبوا اشجار من الهند، وكانت اشجار المانجا هي المتاحه، فابتدوا ان هم يجيبوا الاشجار ويزرعوها على شاطئ الاسماعيليه المدينه. وبالفعل الاسماعيليه النهارده عمرها 160 سنه والشجر اللي موجود فيه عمره 160 سنه. بالفعل مانجا الاسماعيليه هي الاشهر وهي الاجود وهي الاحسن على مستوى العالم، ده بشهاده كل الناس وبشهاده كل السفراء اللي شرفونا في دورتين اللي فاتوا في مهرجان الاسماعيليه الدولي للمانجا. صحيح. السنه دي كمان في دوره جديده للمهرجان قريبه صح كده؟ والله احنا لسه لحد دلوقتي ما اتخذش فيها قرار يعني لسه. احنا مستعدين كرابطه منتجي مانجو برضه ان احنا نشارك في اي انشطه بتخص المحافظه ان شاء الله. طيب بالنسبه للتصدير وصادرات المحافظه من المانجو، ايه هي اهم الاسواق الخارجيه؟ احنا دلوقتي برضه طبعا صادرات المانجو يعني مش بالمستوى الكبير برضه اللي احنا متوقعينه مع كميه الانتاج. تقريبا من حوالي 1,000,000 ل 350,000 طن بقيمه تصديريه، يعني هي كانت خلال الخمس سنين اللي فاتوا 27 مليون دولار، وده طبعا وفقا لاحصائيات المجلس التصدير المصري. بس مش هو ده برضه المستهدف بالنسبه لنا كمنتجين وكزراعه مانجا وكشهره الاسماعيلاوي. احنا طبعا كان الهدف من المهرجان الاول والثاني في نسختين اللي هو يعني فتحنا اسواق جديده غير الاسواق العربيه اللي هي اسواق الخليج. وصل عندنا المانجا بتاعتنا. يعني انا عايز اقول حاجه كده يعني حصلت في مهرجان الاسماعيليه للمانجا. كان سفير دوله بنجلاديش وسفير دوله الهند موجودين معانا في المهرجان وهم اساس المانجا. لما لقوا المانجا الاسماعيلاوي قالوا لا المانجا بتاعتكم اشهر واحسن من المانجا بتاعتنا رغم الاوريجين بتاعنا احنا جايبينه من هناك. المانجا الاسماعيلاويه بتتميز بحلاوه وسكريات عاليه جدا وعندها قدره على التحمل في التصدير. فتحنا اسواق يعتبر في اوروبا، في ايطاليا، في اسبانيا. المانجا بتاعتنا واصله دلوقتي الى اقصى دول العالم لدرجه ان الصين بتاخد مننا المصنعات اللي هي اللب بتاع المانجو وبتاخد بكميات كبيره لان السوق الصيني بيعتبر سوق واعد. ان شاء الله يعني خلال الفتره اللي جايه هنبدا نطلع برضو بالمانجا اللي هي السليمه الحب لاسواق جديده برضو تعتبر برضو في الشرق الاقصى باذن الله.
طيب يعني الجزء المهم ايضا، لو عندكم اي افكار لتقليل او دوركم في تقليل النقل، تكلفه النقل على المزارعين، وبالتالي هيقلل التكلفه على المواطنين، ممكن نكون عملنا ايه في الجزئيه دي؟ احنا شعبة تجار الخضر والفاكهه بنعمل شوادر بيع مباشره للمواطنين، بيع مباشر في المحافظه، وده عملناها برضو في السنتين اللي فاتوا خلال اقامه مهرجان المانجا الاول والثاني. دي بقى فيها ميزه ان احنا بنجيب من الارض الزراعيه مباشره على الشادر، وبالتالي بنقلل 4 حلقات فيصه ما بين المنتج والمستهلك الاخير اللي هو الناس اللي بتشتري المانجا. بنقلل مصاريف النقل، لان بدل مصاريف النقل ما تبقى مره للسوق وبعد كده تحميل مره ثانيه من السوق للشادر، لا بتبقى مره واحده من الارض الزراعيه على الشادر مباشره للمواطن مباشره. وبنقلل فعلا التكلفه بتاعه النقل، وبالتالي السعر كمان يعني ايه بيبقى اقل بكتير من ان هو تشتريه، يعني بيكون مقارب لسعر الجمله اللي موجود في سوق الجمله في المستقبل. كويس جدا جدا. هل في اصناف بدات بالفعل تبقى موجوده دلوقتي، ولا ننتظر شويه زي ما كان الدكتور علاء بيقول في توقيتات معينه؟ لا هو طبعا انا برضو يمكن معلش هختلف شويه، بس حاجه بسيطه مع الدكتور علاء. اتفضل. ان المانجا فعلا دلوقتي مع درجات الحراره اللي احنا بتشهدها البلاد، احنا بقى لنا دلوقتي اكتر من شهر درجات الحراره مرتفعه جدا، فاحنا مش محتاجين ان احنا نسوي كمر وكده. لا دلوقتي الشجر لو حضرتك هتلاقي يعني زرت مصر هتلاقي المانجا نفسها بتتسقط لوحديها، مش محتاجه تخطيط حتى ولا ان احنا ننزلها، لا بتنزل لوحديها بفعل الحراره العاليه اللي موجوده في الجو. المانجا السكري دلوقتي هي الاشهر اللي هي موجوده في الاسواق وموجوده بكثره، واسعارها طبعا دلوقتي يعني شكراً. حتى مع البشاير تعتبر عادله الى حد ما يعني، وفي سبيلها للتراجع خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ علاء العكرمي، كل سنه وحضرتك طيب وبخير يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب، ودايما مصر بخير باذن الله. شكرا يا رب يا رب يا رب. دي كانت شكرا جزيلا.